ايقاف كده عاشر ايه اللي جاي في الطريق ده؟ احنا لسه مستلمين التاسع من يوم. فين الزمالك بجد بجد بيتوقف قيد اكتر ما بنستحمى. بيقول لك بقى القضيه الجايه ديت تكمله لقضيه مشلاك مش عارف ايه، اللي هو كان رافع شكوى، فجاي بقى ايقاف القيد بتاع شكوى مشلاك. طب وبعدين يا جدعان؟ وبعدين طب هنخلص من الهيصه دي امتى؟ حتى ما فيش اخبار حتى عن فك مثلا ايه قضيه قيد، قضيتين نقللهم شويه، اي حاجه يا جدعان، عايزين اي حاجه. كل حاجه ايقاف 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 ايقاف، مفيش سداد خالص. عايزين حتى واحده سداد، يعني الزمالك يسدد مستحقات كذا مثلا، قضايا ايقاف الكيد مثلا يبقوا 7 يبقوا 6، لكن مفيش خالص، كله ايقاف. احلى حاجه في الموضوع بقى انك هتلاقي دايما الناس كلها اللي رفع شكوى على الزمالك ما نجحتش مع الزمالك. تلاقي بقى مشلاك، ابراهيم نضاي، تشيمبونج، خالد بوطيب، ناس كلها ما لمستش الكره في الزمالك، يعني ناس كلها ما فادتش النادي باي حاجه. رساله بقى لمجلس اداره نادي الزمالك، بعد اذنكم عايزين نتحرك بقى، يعني عايزين بقى اخبار كويسه، عايزين بقى نحس ان ايه، ان الفريق فين انفراجه ماليه، عايزين نشوف بقى حاجه بنتقدم ليها. يعني احنا بقالنا كتير قوي القيد مقفول. انت طول الوقت اللي فات ده كنت بتعمل ايه؟ لقيت خطه؟ لقيت حل؟ لقيت حاجه؟ ولا احنا قاعدين بنتفرج بس؟ مش لازم السفينه تغرق خالص نقف نتفرج عليها وهي بتغرق، وبعد ما تغرق نفكر نطلعها، ما نلحقها طيب من الاول. الدوري كان واقف والدنيا كانت متعطله، هل استغليت الوقت بتاع بطوله افريقيا والبطوله العربيه عشان تحل اي حاجه وتظبط دنيتك قبل الدوري ما يرجع عشان ما تخسروش؟ لا. هل حاولت ان انت تفوق نفسك قبل الكونفدراليه ما ترجع عشان ما تخرجش منها؟ لا. انا عارف ان الوضع صعب، ولكن لا حياه لمن تنادي. انا ما بطلبش منك ان انت تحل لي المشاكل كلها، لان انت معكش مصباح علاء الدين، بس انا عايزك تحل لي اي حاجه. عايز احس اشوفك ان انت بتحاول، عايز احس اشوفك ان انت بتتحرك مش قاعد بتتفرج. اتمنى مجلس اداره نادي الزمالك يفوق بقى، عشان بجد احنا اتخنقنا.